عندما نشعر بالحب كحب الخالق وحب المخلوقات وحب الكون من حولنا ونعطيه ونستقبله، فإن الدماغ يفرز مجموعة من الهرمونات، أحدها وأهمها هرمون الأكسيتوسين أو ما يلقب بهرمون الحب، والذي يحث الإنسان على الترابط والتواصل والتلاحم مع الآخرين. ولكن هذا الهرمون يقوم بوظيفة أخرى لا تقل أهمية عن سابقتها، فهو يحمي من الآثار السلبية الناتجة عن الضغوط النفسية والعصبية والفيزيولوجية بشتى أشكالها. ففي دراسات علمية عديدة، منها دراسة دكتور هيلين فيشر والتي قضت حياتها الأكاديمية كلها محاولة فهم ما يحدث في الدماغ عند الحب، وجدت أنه عندما يركز الشخص على من أو ما يحب، فإن أجزاء معينة ومحددة من الدماغ تشع وتضيء، مما يعني أن تلك المنطقة قد فعلت، ومنها المنطقة المسؤولة عن إفراز هرمون الدوبامين والذي يلقب بهرمون المتعة أو السعادة. وتوضح دكتور فيشر بأن هذه الهرمونات التي تفرز في الدماغ وتتناسب مع شدة الحب يمكن أن تغرق الدماغ بكميات كبيرة لتمنح الجسم النشاط والقوة والحيوية والجلد والتركيز والقدرة على الاحتمال، وتجعله قادرا على أن يسهر الليالي دون تعب أو نوم، أو يقطع مئات الأميال من أجل غاية، أو حتى أن يموت من أجل الشخص أو الشيء الذي يحب. إن الأبحاث العلمية وبالاستعانة بالتقنية الحديثة استطاعت أن تكشف لنا أمرا عجيبا يحدث أثناء الإحساس بالحب. فعندما نشعر بالحب بشكل عام يفرز الجسم مادة حليبية بين خلاياه، ولا نعرف هوية تلك المادة، إلا أننا نعرف أن الخلايا تتقارب من بعضها بعضا ويتحسن أداؤها، وكأن كل خلية أصبحت تحب أختها ويترابط معها لتحسين الأداء الوظيفي. فلا عجب أن تجد المحب يشعر بالنشاط والقوة والحيوية، وتجده قادرا على التغلب على المشاكل مهما تعقدت. والعكس صحيح، فعندما يشعر الإنسان بالحزن أو البغض فإن هذه المادة الحليبية التي بين الخلايا تختفي، ويتسارع حركة الخلايا في الجسم وتتنافر كأنها تبغض بعضها، فيدهور أداء أعضاء الجسم، فيشعر الإنسان حينها بالضعف والاكتئاب وانعدام القيمة، بل والعجز عن القيام بأي عمل. إن الحب أغلى وأهم طاقة يمتلكها الإنسان، وهو يعطي الإنسان فرصة ووقتا لإصلاح ما تلف في الجسم، ويعطيه الطاقة اللازمة لإصلاح الخلايا حتى لا يتأخر الإصلاح، وحتى لا يدفع الإنسان ثمن ذلك في إحدى صور الأمراض المختلفة والتي منها السرطانية. حقا لقد خلقنا الله مهيئين للعلاج والشفاء الذاتي، وجعل الحب أنجح تلك الوسائل لتحقيق ذلك الشفاء لأجسادنا وعقولنا وأرواحنا. تقول دكتورة سو كارتر من جامعة إلينوي إن الإنسان يولد بفطرته مهيئا للتواصل الاجتماعي، وعلى قدر تواصل الإنسان بأواصر الحب مع الآخرين على قدر ما يكون صحيحا جسدا وعقلا وروحا.